كان واقف من بدري ومستنيين ان انا اعمل له الاوردر، بس للاسف كنت شغال على تحميصه برازيلي، وانا اصلا ما كانش عندي برازيلي، فكنا محتاجين نستخدم له برازيلي في الخلطه، لانه كان عايز خلطه وشها حلو وقوامها حلو، الكافيين بتاعها عالي جدا، وفي نفس الوقت المره بتاعتها تكون متقبله، مش عاليه قوي ولا ايه ولا ما فيش مراره خالص. نزلنا التحميصه البرازيلي وهنسيبها تبرد ونرجع تاني نعمل له الخلطه بتاعته. هناخد 150 جرام من البن البرازيلي بتاعنا اللي الكريمه بتاعته عاليه جدا ومرارته قليله جدا، ففي نفس الوقت ظبطنا التيست بتاع الخلطه وهيخلي الوش بتاعها كريمي. خش على اللي بعده، نظبط القوام والوش. هنظبط القوام بالوش ب 100 جرام من البن الاندونيسي، وهو ما كانش عايز نسبه الروبستا تكون عاليه قوي، كان عايزها في المظبوط عشان تديله الطعم المصري الجميل بتاعنا. خش على الكافيين، نظبط الكولومبي 75 جرام من البن الكولومبي كافيين، ان هم يظبطوا لنا التيست بتاع القهوه ويعلوا لنا الكريمه في القهوه، والكافيين بتاعهم عالي جدا. فهنخش على ابن عم الكولومبي اللي هو الجوتومالي، مرارته قليله جدا وفي نفس الوقت طعم حلو جدا، بيديك طعم كده تحسه مسكر كده في قلب القهوه، والمزه بتاعته جامده جدا. هنخش على الهند الارابيكا اللي انا بحبه جدا في القهوه بصراحه، لانه من انواع البن اللي تحسها طعمها حلو قوي